هنا في قلب الريف البلغاري على بعد 120 كيلومترا من صوفيا يقع السجن الوحيد للأحداث الجانحين في البلاد. سجن كان الكثيرون يجهلون وجوده إلى أن تلقت مؤخرا منظمتان إنسانيتان شكوى بخصوص قيام حراس السجن بضرب السجناء الشبان يوميا. تم ضربي بعد أسبوع من وصولي إلى هنا. طلبوا مني أن أدخل إلى غرفة الاستحمام، وكان هذا المكان بمثابة حلبة ملاكمة بالنسبة إليهم. عدد السجناء 62 صبيا تتراوح أعمارهم بين 14 و18، مدانون لأسباب مختلفة. المنظمتان تقولان إنهم يواجهون عنفا يوميا وعقوبات جسدية من قبل الحراس بحجة تكلمهم بصوت مرتفع أو عدم قيامهم بواجباتهم. الضرب كان يتم بواسطة المضارب والعصي الخشبية والعيدان الحديدية المستخدمة في الأحزمة والأنابيب البلاستيكية. المنظمتان تستنكران أساليب أخرى كالزنزانات التي يتم فيها عزل الصبية لفترات تصل إلى 5 أيام في البرد ودون وجود مراحيض، ولكن أغلب السجناء يرفضون الحديث عن هذه الأساليب خشية انتقام الحراس. لم أرى أبدا الحراس يضربون باستخدام المضارب، لم أرى أي مضرب هنا. أبسط وسائل الراحة معدومة هنا، الجدران متداعية والورق المقوى يحل محل النوافذ المكسورة، وفي الشتاء يرتدي السجناء معاطفهم ليلا نهارا بسبب البرد. ولكن المديرة التي تدير السجن منذ 11 عاما تنفي بشكل قاطع الاتهامات بخصوص الاعتداءات على السجناء. لم أتلقى أي شكوى ملموسة من المعتقلين سواء بخصوص سوء التغذية أو العنف. مؤخرا تم فتح تحقيق قضائي، ولكن المعركة تبدو معقدة. الكثير من سجون البلاد التي يبلغ عددها 55 تواجه انتقادات الجمعيات. في أواخر يناير كانون الثاني الماضي أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بلغاريا بسبب ظروف الاحتجاز المزرية في السجون البلغارية.